إلغاء شهادتي 22 و19% اللي بيطرحهم البنك الأهلي وبنك مصر، ده خبر ما حصلش. وفي مصادر مصرفية نفت الموضوع تماما وأكدت استمرار طرح الشهادتين للمواطنين. البنك الأهلي وبنك مصر كانوا أعلنوا عن طرح الشهادتين في أبريل اللي فات، وهو اللي فسره المحللين بأنه بيعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفايدة في الفترة اللي جاية، مع الانخفاض التدريجي المتوقع لمعدلات التضخم واستقرار الأسواق في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم. وزارة التضامن هتصرف إعانات نقدية قيمتها 8500 جنيه لكل مواطن، ده خبر ما حصلش، واللي نفته وزارة التضامن الاجتماعي تماما. والوزارة كمان أكدت إن اللينكات اللي بيتم تداولها ومنسوبة ليها مزيفة وما صدرتش منها. والتضامن كمان أكدت إن كل المنح اللي بتتقدم للأسر محدودة الدخل بيتم الإعلان عنها رسميا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. الحكومة المصرية وافقت على استيراد أجزاء من الدواجن وإعفائها من الجمارك على الرغم من إن مصر عندها اكتفاء ذاتي، ده خبر مضروب. والحقيقه وضحها مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واللي نفى موافقه الحكومه على استيراد اجزاء الدواجن. الصياد وضح كمان انه تم بالفعل دخول كميات من الدواجن المستورده اللي تم التعاقد عليها خلال رمضان، بس في الفتره اللي كان فيها نقص في المعروض من الدواجن. استحواذ شركه ابو ظبي للقبض على 25% من اسهم شركه الصناعات الكيماويه المصريه كيما، ده خبر ما حصلش. وشركه كيما نفت تماما ان يكون جالها اي عروض بخصوص الموضوع ده من اي شركه سواء اماراتيه او غيرها، وقالت كمان انها هتعلن عن اي جديد في حاله حدوثه. تخصيص بنود من الموازنة العامة للحكومة المصرية للمقرمشات والشيبسي، ده خبر مضروب. وزير المالية الدكتور محمد معيط نفى تماما تخصيص أي بنود من الموازنة العامة للمقرمشات والشيبسي، ووضح إن الموضوع ده اتعرض قبل كده ولكنه اترفض تماما. وقال كمان إن التوصيات اللي طالبت بيها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لزيادة مخصصات بعض البنود اتناقشت ودرست وتمت الاستجابة ليها. والدكتور معيط كمان قال إن الوزارة وافقت على زيادة مخصصات التربية والتعليم وخصوصا حوافز المدرسين ودعم موازنات المستشفيات الجامعية والتنمية المحلية.